كيكة شوكولاتة هشة وغرقانة بالصوص. الطعم خطير والطريقة كتير سهلة. استخدمت كيك جاهز بس ما التزمت بطريقة التحضير، واعتمدي الطريقة هاي لكل كيكات الشوكولاتة. بجاد غميق حطي 3 بيضات بحرارة الغرفة، اخفقيهم منيح. بعدها ضيفي عليهم نص كاسة زيت نباتي، وضلي اخفقي بالويسك ليصير قوامهم تقيل. ضيفي نص كاسة مي واستمري بالتحريك. بعدها نزلي عليهم باكيت كيك جاهز بالشوكولاتة. نزليه شوي شوي مع استمرارية التحريك. بس يتقل الخليط ارجعي ضيفي مي بالتدريج من نص كاسة لكاسة، وضروري تكون المي مغلية. وضلي حركي بالويسك ليصير القوام مثل هيك. جيبي بايركس وادهنيه بالزيت وادهني الجوانب كمان. اسكبي الخليط ووزعيه منيح ودخليه على فرن محمى من قبل على 180 درجة لمدة نص ساعة، واختبريه بعود خشب قبل ما تطلعيه من الفرن. وهلأ للصوص. بالكازريلا حطي كاستين حليب بارد وعليهم 3 معالق كبار سكر، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة طحين، معلقة كبيرة كاكاو خام، ومعلقة صغيرة فانيلا. قلبيهم على البارد ليدوبوا. بعدها ارفعيهم على النار ليغلي الخليط ويصير قوامه تقيل. هلأ بتجيبي شوكولاتة وتكون بيضة بتطلع أطيب مع الصوص. حطي 50 جرام منها وحركيهم ليدوبوا على حرارة الصوص. وهيك الكيكة لما جهزت. أول ما تطلعيها من الفرن اعملي فيها فتحات بعود خشب، واسكبي عليها الصوص وهي سخنة. وبس تبرد الكيكة زيني الوجه إذا بتحبي بأي شي بدك إياه. أنا زينتها بشوكولاتة مبروشة. وبعدها اسميها وقدميها لعيلتك أو ضيوفك. الكيكة هشة ودايبة ذوبان والطعم خطير. جربوها ورح تعجبكم. ولا تنسوا اللايك والشير والمتابعة على الصفحة، وصحتين وهنا.